للأسف الشديد قدسية المسبح غير معترف بها في أمريكا، وأصبح تقريبا مكانا عاديا. لا طبعا مش خصوصا. وأصبح الألمانيون يدخلون ويخرجون ويستندوا على المسبح. الهيكل يمثل قدس الأقداس في الكنيسة. قدس الأقداس في الكنيسة. ما بنقدرش نخش الكنيسة غير لما نسجد قصاد الهيكل في الأول، ونخش جوه ونسجد قصاد المسبح ونقبل المسبح. نسجد قصاد المسبح ونقبل المسبح ونلف بالبخور حوالين المسبح، والأسرار المقدسة تبقى فوق المسبح، والأواني اللي على المسبح تسمى الأواني المقدسة أيضا. فلا يجوز أن يدخل الهيكل إلا خدام المسبح فقط. لا يجوز أن يدخل الهيكل إلا خدام المسبح فقط. عشان كده أنا في مصر مش ممكن أبداً أدخل ألمانيين جوه الهيكل. يلبسوا شمامسة ويخش. ساعات في حفلات أروح ناس وناس عايزين يصوروا، أقول لهم البسوا شمامسة وخشوا وصوروا. إذا كانوا شمامسة فعلا نعم، مش يلبسوها كده. أما كل واحد يتركب على المسبح ده وضع مش سليم أبدا. بيفقد قدسية المسبح ويفقد الهيبة. أمال إزاي بنسجد قصاد المسبح ونقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافة؟ والكاهن وهو خارج من الهيكل يقول الكلام ده ويقول أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس، ويقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوف من مسبحك يا رب. لكن لما الواحد ياخد على المسبح ويبقى ملهوش قدسية عنده، تبقى الكنيسة كلها ما بقاش فيها قدسية. الشخص اللي يخش مسبح الله باحترام وهيبة وخشوع ووقار يستفيد من وجوده جوه الهيكل. اللي ما بيحترموش هيخش جوه الهيكل وما يستفدش. عشان كده ناس كتير بيبقوا جوه الكنيسة ومش محترمين الكنيسة وما بيستفيدوش من الكنيسة. حاولوا ان كنتوا تحترموا بيت الله. ناس بعتين السؤال ده بالعربي والانجليزي. واحد بيقول what are the main differences between the Catholic religion and the Orthodox religion? Can we take their communion by our faith, that is the body and blood of Christ? You are not permitted to take communion from any other church, only from the Orthodox Church. The differences are so many. The first difference was about Christology, and we could solve this problem and we signed an agreement. When we say Christology, we mean the nature of our Lord Jesus Christ, whether one nature or two natures. This is solved. كان أول خلاف بيننا وبينهم هو طبيعة المسيح، والموضوع ده حلناه ومضينا عليه. خلاف ثاني هو أن العذراء حبل بها إلى دنس. If Saint Virgin Mary was born pure from the original sin. بينما السيدة العذراء بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي. ما دام بتقول الله مخلصي، my spirit rejoices in God my Savior.
Having a Savior means she was in need of salvation. And as she was in need of salvation, she inherited the original sin. يعني العذراء كانت محتاجة للخلاص وورثت أيضا الخطية الأصلية زي بقية البشر. ولو كان ربنا ممكن يخلص العذراء بدون الفداء وبدون الدم، كان الطريقة اللي خلصها بيه يخلص العالم كله. لو كان حلول الروح القدس في العذراء يطهرها من الخطية، كان ممكن ربنا يخلي الروح القدس يحل في كل إنسان ويطهروا من الخطية، وما فيش حاجة للتجسد وللصلب وللآلام وللإهانات دي كلها. كمان ما دام نقول أجرة الخطية موت، فلا بد أن يوجد فادي يموت لكي تغفر الخطية. فالعذراء أيضا لابد أن يوجد فادي يموت عنه، فكانت محتاجة للخلاص. حاجة تاني، the procession of the Holy Spirit، يعني انبثاق الروح القدس. احنا بنقول انبثاق الروح القدس من الآب، هم بيقولوا الابن بيزودوا and from the Son what is in Latin filioque. Filius in Latin means son, filio means from the Son, Q-U-E means and, filioque means and from the Son. This addition was not mentioned in the creed of the Ecumenical Council held in Nicaea and the Ecumenical Council held in Constantinople. I mean the first two Ecumenical Councils in the world. This addition was quite wrong. And it is quite clear that the Holy Spirit proceeded from the Father as it is mentioned in St. John Gospel, chapter 15, verse 26. It is not found in the Creed, it is not found in the Gospel. فانبثاق الروح القدس احنا بنقول من الاب، هما بيقولوا بالاب والابن وزودوا الابن دي، بينما في يوحنا 15:26 مكتوب من الاب بس. من الخلافات الموجوده ايضا رئاسه بطرس ورئاسه روما. They believe in the primacy of Peter and the primacy of Rome. ويعتقدوا ان بطرس كان رئيس الرسل كلها وخليفة المسيح على الأرض ورئيس كل كنائس المسيح على الأرض كلها، وطبعا معناها السيطرة على جميع كنائس العالم. ويعتبروا مثلا ما ورد في متى 16: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، إن يعني الكنيسة ربنا بناها على بطرس. ده ربنا في الإصحاح ده كان يقصد إيمان بطرس، بدليل إن في نفس الإصحاح متى 16 قال لبطرس: اذهب عني يا شيطان أنت معثرة فيه، في نفس الإصحاح بعدها ب3-4 آيات كده. أما السلطان اللي أعطاه لبطرس في متى 16 أعطاه لجميع الرسل في متى 18 لما قال لهم: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأيضا عندما نفخ في وجوه الرسل جميعا وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، كما ورد في يوحنا 20 آية 22 و 23. ليهم مشاكل تانية كتيرة مش عايز أتابعوا بيها. واحدة بتقول: هل من اللازم ارتداء اللون الأسود في حالة وفاة شخص قريب؟ يا ريت تظهري شعورك أنت.
ولا ناس تقولي لي هل من لازم نحن نبكي ولا ما نبكيش؟ برضه لازم تسأل الشغل. ولا بيقول is there a requirement for a deacon to move up to a higher rank in the ranks of Orthodox Church, example Epsatos or Epidemic? Epsatos means singer in the church. He should know the hymns of the church and he used to sing during the liturgy. If he is promoted to the rank of anagnostis or ognostos, that means reader, what are the requirements? He should know how to read the Holy Scripture and how to know the meaning and commentary of this reading, and he may teach others. So for Sunday school teachers, we can give them the rank of anagnostis or ognostos or reader, and they read the Holy Scripture and know the meaning and explain this meaning to others. If he is promoted to be a subdeacon, a pediatric means subdeacon. Subdeacon means the assistant of the deacon. For the deacon, the full deacon cannot marry after being ordained a deacon. And the full deacon should be devoted wholly to this kind of devotion in the church. That means he cannot have any other job. And the full deacon may also put on the festivals like the priest, but not the turban ladies. يعني يلبس هدوم سوداء، يربي دقنه، يسبق قرصه، ما يتجوزش بعد الرسامة. عشان كده احنا ما بنرسمش ناس غير متزوجين في رتبة الدياكون، وخصوصا اذا كانوا شباب. لكن اذا كان راجل كبير ومتجوز وفي حسن الختان ممكن يرسم. دي اشتراطات الديكون، ما يكونش ليه وظيفة تانية. عشان كده الديكون الشماس الكامل ممكن يساعد القسيس في التناول، لأن برضه قصاد الناس لابس هدوم سوداء ومربي دقنه ولابس طاقية وملوش شغلانة تاني، فما يشكوش فيه. لكن واحد يلاقوه جوه الهيكل بيناول الدم وخارج يعمل بيزنس، ده كلام كده يشعروا ان واحد علماني هو اللي ناوله. واحد بيسأل برضه بيقول for a person in order to receive communion, how many hours does the person need to fast? He should fast not less than 9 hours. And at the same time, he cannot eat after midnight. Because after midnight, we begin in a new day. If he eats after midnight, that he began the new day eating, not fasting. Especially on Wednesday and Fridays during Lent. 9 hours or from the beginning of the day. 9 hours, but not eating after midnight.
يعني لما القداس يخرج الساعة 4 بعد الظهر يبقى صايم من 12 ل 4 16 ساعة، ما يقلش عن 9. 9 hours is the minimum, but perhaps more. طبعا من ضمن الخلافات اللي بيننا وبين الكاثوليك ان الكاثوليك يا دوبك ساعة يا دوبك الساعة. One of the differences between us and the Catholics, they only fast for 1 hour before the Holy Communion. That means he may get up in the morning and eat and take his breakfast, and then when he puts on his clothes, and he may take half an hour in the way to the church, and then half an hour for the liturgy. And then he takes the Holy Communion. For this reason, the Catholic priests may pray 2 liturgies or 3 liturgies every day. يعني يصلي قداس القسيس ويخرج، على بال ما يخرج وياكل لقمه ويتسلى ويروح يصلي قداس تاني، نص ساعة في المشوار ونص ساعة في القداس، يبقى كفاية ساعة وممكن قداس ثالث ورابع وكمان. Another difference between us and the Catholics, divorce. They don't permit divorce even for adultery. They permit what is called separation de corps. That means the 2 parties may be separated, but still wife and husband. While in the Holy Bible it is permitted to divorce for the cause of adultery. Another difference with the Catholics is that they permit a Christian girl to marry another man from any other religion, not Christian at all, and in the church. There are many differences. واحد بيسأل بيقول امرأة سماها امرأة لأنها من امرئ أخذت، وحواء لأنها أم لكل حي. فهل الإنجيل نزل بالعربي ولا إيه؟ إحنا ما عندناش كلمة نزل على فكرة، مش لغة السهل. لكن اللي عايز أقوله لك هو إيه؟ اللي عايز أقوله لك هو إن اللغة العربية واللغة العبرية فرعان من اللغات السامية. The Arabic language and the Hebrew language are 2 parts of the Semitic languages. So there are many words which have the same meaning. بس ساعات بالخلاف شوية. مثلا نقول لك سلام شلام أو شلوم، يعني السين والشين يمشي. يقول لك شجرة وسجرة ماشي، الشين والسين. واحد بيقول الخدمة والكنيسة محتاجة لرسم مطران للشمال أمريكا. صلوا عشان ربنا يبعت لنا مطران ونسأل، يعني ندور لكم على واحد. شوفوا لما كنيسة بتختلف مع قسيس بتبقى مشكلة، أمال لو اختلفت مع مطران تبقى كارثة. فاحنا بندور على واحد تعيشوا معاه في امان والسكيورتي وما فيش خلاف ويحن عليكم وما تشكوش منه، خصوصا بتوع امريكا يشكوا من طول الارض. يعني الشكاوى صدقوني ينظر ان الكنيسه ما يجيش منها شكاوى قد كده. كل ما اعرفش ليه الناس بيزعلوا بسرعه ويزعقوا بسرعه ويتنرفزوا بسرعه، بيجرالكوا ايه؟ تنشن يعني مستمر.
اتعلموا الهدوء كده. Try to experience meekness of heart. واحد بيقول: ما رأيك أسئلتكم في بعض الأخوة المصريين الذين يدفعون العشور بنظام الشيكات ثم تخصم فيما بعد من الضرائب وكأنه ما دفعش؟ يعني كأن الحكومة هي اللي بتدفع، لأن هو يدفع الضرائب اللي هيدفعها، يعني مخصومة من مرتبه مخصوم. فبدل ما يديها الحكومة بيديها للكنيسة، لكن كأنه ما دفعش بتتحسب له. يبقى مسألة ضمير. هل أنتم بتدفعوا زيادة على المخصوم الطبيعي ولا ما بتدفعوش؟ ولا تدفع باليمين وتاخد بالشمال؟ مسألة ضمير. مسألة ايه؟ ضمير. واحدة بتقول: أنا متزوجة زواج أرثوذكسي ولكن من راجل إنجيلي. إزاي بقى؟ حصلت إزاي دي؟ يعني ضحك على الكنيسة وقال أنا أرثوذكسي؟ ما مش ممكن، الكنيسة لازم يكونوا الاثنين أرثوذكس. ولا بقى إنجيلي بعد ما اتجوزك ولا إيه الحكاية؟ وبتقول من رجل إنجيلي متعصب ويحاول ان يأسد نار الكنيسة بتاعته. لدرجة انه احيانا يرفض سماع الشريط في الحان القديسين. يا بنتي مين قال لك تتجوزي واحد انجيلي؟ نعمل لها ايه دي؟ بنت صغيرة بتقول: I am 10 years old and I need your opinion on something. My mom wants to go to Egypt, but my dad wants to stay here. What do you think I should tell them? First, you should know the reason why your mom wants to go to Egypt and why your father wants to stay. And we try to discuss the reasons. But your dad and your mom are only one person, not two persons. They became one through marriage. We cannot separate half of this one couple. Have to be in America and have to be in Africa. تلاقي الراجل مزهق الست. الأمر أن سنك البلد فالأول. Perhaps she doesn't want to flee from America, but to flee from your father. That was good. واحد بيقول: زوجتي دائمة الشجار والنكد سواء بسبب أو من غير سبب، سواء معي أو مع أهلها وأصدقائها. أرجو تقديم النصح لها لأني غلبت معاها ومش عارف، وهي في موجودة في الكنيسة حاليا من الليل. يقول لك بتتشجع مع كل حد. عايز نقول لها نصيحة عشان تتخلي معايا المرات. شوفوا، الست تتخانق مع زوجها لغاية لما تفقده تقعد تعيط عليه. صحيح ده اللي بيحصل. تقعد تتخانق مع زوجها لغاية لما تفقده تقعد تعيط عليه.
وتقول لي بس هو انا عملت له حاجه؟ انت لما زوجتك تتخانق معاك قول لها شكلك حلو قوي انت بتتخانقي، ويبقى احلى لو غيرت شويه، هتبقى سكت. شوف يا ابني، مراتك زي ما انت اتعودت. شوف من اول ما اتجوزتها عودتها على ايه؟ عودتها على الخناق، اتعودت على الخناق زي ما انت اتعودت، وبرضه زوجك زي ما انت تعوديه. فالظاهر انك انت ابتديت بدايه وصلتك لكده، غالبا كده. وانت يا بنتي ما تتخليش مع زوجك. واحد بيقول الشباب معرض للضياع لسببين. واحد، عدم وجود قداسات بعد الظهر للشباب الذي يعمل نهارا، خصوصا يوم الاحد الذي لا يعمله الانبياء. يعني ايه؟ مش نعم؟ اصل ما نقدرش نعمل قداس يوم الاحد بعد الظهر والا معناها نكون صايمين يوم الاحد انقطاعي، وطقس الكنيسه ما يوافقش على كده. لما يبقى اي يوم يعني اشمعنى يوم الاحد؟ وتاني حاجه، عدم وجود نوادي اجتماعيه مسيحيه يقضي بها الشباب وقت فراغهم، ومن هنا ممكن ندعوهم للاجتماعات الروحيه، او على الاقل يكونوا في حضن الكنيسه. هو المفروض طبعا يكون في كوبتك سنترز ويكون في نوادي. يا ريت الكنائس تفكر في الموضوع، ليه حق في الاقتراح. طب سيرتي. سؤال: نرجو إصدار مجلة خاصة بكنائس أمريكا تجمع أخبار جميع الكنائس والخدمات اللي بها ومواقعها وتليفون كل كنيسة ولجان الخدمة بها لتكون مرشد للخادمين من مصر وحافظ كل كنيسة إلى آخره. أنا هطلع لكم إن شاء الله مجلة باللغة الإنجليزية، وفعلا ابتدينا فيها في الدير، وبيشرف عليها 2 من الرهبان أصلهم من أستراليا، يعني يتكلموا إنجليزي بطريقة طريقة وجميلة جدا، والإشراف على سياستها أنا بشرف عليها. وفعلا وريتها للآباء في اجتماع مع الآباء وانبسطوا منها. أحب كل كنيسة يكون فيها حد بيفهم في أي حاجة من التحرير يبعت للمجلة دي أي حاجة، إذا كان في أخبار يبعت لها، إذا كان في قصص يبعتها، إذا كان في تسليات وألغاز يبعتها، إذا كان في صور أو فن يبعتها، إذا كان مقالات أو أي حاجة ممكن تودوها